أحييكم من جديد. نستمر في تغطية آخر أخبار أسواق المال العربية والخليجية والعالمية. حاليا تفتتح لدينا البورصة المصرية في مؤشراتها الثلاث EGX 30 70 والمئوي الأوسع نطاقا. اليوم متغيرات جديدة في السوق المصري، حوافز أخرى لتدفع EGX 30 والسبعين إلى الارتفاع، وكذلك المئوي الأوسع نطاقا. وآخر مستجدات الأوضاع وخاصة على الساحة السياسية، إرجاء المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية بحسب ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي. كذلك لم يحدد المصدر الإعلامي سبب التأجيل أو موعد جديد لانعقاد المحكمة التي حاصرها منذ مساء السبت مئات من المتظاهرين الإسلاميين للضغط عليها من أجل منعها من إصدار حكمين محتملين ببطلان القانونين اللذين شكل على أساسهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. ومن طرفها ترد لدينا المحكمة العليا الدستورية في مصر بتأجيل هاتين الدعوتين إلى أجل غير مسمى. نتابع معكم هذه المرة جديد السوق المصري إلى جانب أرقام الافتتاح مع ضيفي من القاهرة السيد محمد جاب الله، وهو الشريك والرئيس في شركة أرب فاينانس. أحييك سيد محمد جاب الله. إذا سأعود أعود معك سيد محمد، كيف تنظر إلى هذا التأجيل من قبل المحكمة الدستورية وماذا يعني ذلك للشارع المصري؟ والحقيقة هي المحكمة الدستورية دي المرة الأولى اللي تأجل فيها جلستها نظرا للضغوط، ويعني مش عايز أسميها بالإرهاب أو بالتدافع اللي حصل من بعض القوى السياسية من ليلة امبارح السبت لغاية النهاردة. والنهاردة المحكمة الدستورية أجلت بناء على تعليمات أمنية، أجلت جلستها لأجل غير مسمى. أعتقد أن الوضع بيزداد سوءا بالنسبة لانقسامات الشارع المصري. احنا شفنا يوم الجمعة كان في مليونية للقوى السياسية المعارضة، قابلها يوم السبت مليونية الخاصة بالشريعة والشرعية. الحمد لله رب العالمين ان هم يعني غيروا مكان المليونية من ميدان التحرير وخلوها في جامعة القاهرة. ده أدى لتأجيل الصدام، إلا أن الاحتقان في الشارع المصري والانقسام في الشارع المصري ما زال كما هو. اتأكد النهاردة بزيادة في موضوع تأجيل جلسة المحكمة الدستورية للمرة الأولى في تاريخها. طيب سيدي محمد، فيما يتعلق بتداولات هذا اليوم الذي يبدو أنه يفتتح معه الأسبوع باختلاف تماما عن الأحد الماضي، نحن نعلم ماذا حدث الأحد الماضي ونعلم ما يحدث الآن، ما الذي يختلف في السوق المصري اليوم في البورصة حتى يجعل المؤشرات الثلاث فيها تتجه إلى ارتفاعات EGX 30 الآن يرتفع ب100 نقطة إلى 4915 نقطة؟ بنتكلم في الموضوع ده من وجهتين نظر أو من طريقين. بالنسبة للتحليل الفني احنا كنا بنتكلم على منطقة 4800، وهي منطقة دعم قوي جدا للمؤشر، لأن هي تعادل نسبة 61.8 في نسبة فيبوناتشي للصعود اللي كان ابتدى معانا. كويس، فاحنا في منطقة دعم قوي جدا للمؤشر، بالإضافة للإعلان بالنسبة لإقرار الدستور وطرحه للاستفتاء ده والقيادة السياسية ان هي ابتدت تتكلم على مشروع للحوار الوطني مع باقي القوى السياسية. اعتقد ان ده كان بيدي نوع او لمحة من الاستقرار الى حد ما، او بوادر للاستقرار الى حد ما لدخول السوق مرة اخرى. احنا عندنا منطقة ال500 دي تعتبر مقاومة شديدة شوية للسوق، يعني الزون اللي هي ما بين ال55 وال500. اعتقد ان احنا ممكن نوصل لها في خلال النهارده او بكره ان شاء الله. نعم. كويس، على ما نشوف تداعيات الاحداث السياسيه الجديده. طيب، هل باعتقادك اذا كان في اي اعلانات في السوق المصري وهي غنيه اليوم بها سيكون هنالك من مستجيب لها او من من يذعن لها، ام تجد انه يبدو في حراك عام للشراء اليوم في السوق؟
خليني أقول لحضرتك يعني لا صوت يعلو فوق صوت الشارع السياسي. إذا هدأ الشارع السياسي بالقيادة السياسية أو بقرارات القيادة السياسية، فإن شاء الله أي تأثيرات أخرى هتؤثر إيجابيا على السوق. إن ما كانش فيه نوع من الاستقرار والوحدة للشارع السياسي عندنا ويرجع الأمور لمجراها الطبيعي، فلن تؤثر أي إعلانات في خلال السوق. أشكرك ضيفي من القاهرة السيد محمد جاب الله، رئيس القطاع المالي والعمليات بشركة أرب فاينانس.